اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض شنطة بغرزة جميلة، هي غرزة الزجزاج او غرزة الكروس، بتدي شكل الزجزاج بالطول زي ما احنا شايفين كده. هي غرزة بسيطة بتتعمل من تكرار سطرين بس، والشنطة بتاعتنا حجمها مش كبير. هي حوالي عرض 24 سنتي وطول برضو 24 سنتي، وبرضو هقول لكم المقاسات واحنا شغالين. ان شاء الله الشنطة تعجبكم. يلا بينا نبدأ مع بعض. انا هشتغل بخيط مكرمية قطن، وهستخدم معاه ابرة رقم 5. هبدأ اعمل عقدة البداية. وفي البداية احنا الغرزة اللي هنعملها في جسم الشنطة لازم تكون بتقبل القسم على 4، وهنزود غرزتين سلسلة زيادة. فاحنا هنبدأ نعمل السلسلة الأول. طبعا احنا هنبدأ الأول بالقاعدة بتاعت الشنطة، وبعد كده نطلع بالغرزة عشان الغرزة بتاعتنا تبقى مظبوطة. فلازم نبدأ السلاسل بتبدأ أو بتقبل القسم على 4. أنا هشتغل 28 غرزة سلسلة، وبعد كده هزود غرزتين سلسلة زيادة. كده 1 2 3 4 5 6. كده انا اشتغلت 28 غرزة سلسلة، وهرتفع غرزتين زيادة. الغرزتين الزيادة عبارة عن سلسلة ارتفاع، والسلسلة التانية يعني هيبقى التوتال بتاع الغرز 29 غرزة، هيبقى عدد فردي. بعد كده انا هبدأ اشتغل في تاني غرزة من السلسلة، بس هشتغل في ظهر السلسلة في الحلقات اللي في الظهر. فهبدأ اسيب اول غرزة، وهدخل اشتغل في كل غرزة او في كل غرزة من الحلقات اللي في ظهري، يعني الغرزة غرزة حشو. احنا كده بنعمل القاعدة بتاعة الشنطة دي. كده تاني غرزة والتالتة، اشتغل السطر كله غرز حشو في الحلقة اللي في ظهر السلسلة. انا اشتغلت السطر كله غرز حشو بالشكل ده في الضلع الخلفي، وده بيديني شكل الفي من هنا زي برضو فوق، الاتنين زي بعض بالشكل ده كده. وهبدأ السطر اللي بعد كده هرتفع غرزة سلسلة واقلب الشغل الناحية التانية، وهدخل في اول غرزة اشتغل فيها غرزة حشو، وفي كل غرزة هشتغل فيها برضو غرزة حشو لنهاية السطر. يعني هيبقى توتال الغرز 29 غرزة حشو. طبعا تقدري تعملي مقاس الشنطة او مقاس القاعدة بتاعت الشنطة زي ما انتي عاوزة، تعملي مقاس اكبر او اصغر. انا كده اشتغلت السطر التاني برضو كله غرز حشو، وهرتفع بعد كده غرزة سلسلة واشتغل السطر اللي بعد كده برضو غرز حشو، يعني فوق كل غرزة غرزة حشو. انا القاعدة بتاعت الشنطة هشتغلها قطعة مستطيلة رايح جاي غرز حشو، يعني مش هلف حوالين الشغل كده زي ما احنا بنعمل في الشنط. يعني عادة احنا هنشتغلها قطعة مستطيلة من غرز الحشو، يعني رايح جاي كده. وهرجع اقول لكم انا اشتغلت كام سطر ونقيسها بالمزورة بالشكل ده كده. انا اشتغلت قطعة مستطيلة رايح جاي، عملت حوالي 9 سطور. دي كده 2 4 6 8، وده السطر ده يبقى ده التاسع. وبالمزورة العرض بتاعها حوالي 7 سنتي. عايزة تكبري اكتر من كده ممكن تعمليها 7.5 او 8، يعني تعرضي القاعدة. عايزة تصغريها يعني على حسب مقاس الشنطة اللي انت عايزاه. وطولها 26 سنتي. هنبدأ نعمل السطر الاولاني، او نبدأ بقى نشتغل الجسم بتاع الشنطة. فهبتدي ارتفع 3 غرز سلسلة. طبعا ال3 غرز سلسلة دول يعتبروا اول عمود بلفة، ودول يعتبروا اول غرزة معانا. وهبتدي اقلب الشغل الناحية التانية، وهبدأ اشتغل في الغرزة اللي بعدها. يعني الغرزة دي خلاص يعتبر انا اشتغلت فيها عمود بلفة. هشتغل في الغرزة اللي بعدها برضو عمود بلفة،
وفي كل غرزة هشتغل فيها عمود بلفة لغاية لما اوصل عند الغرزة اللي قبل الاخيرة. يعني هشتغل الصف كله لغاية الغرزة اللي قبل الاخيرة ونرجع نكمل مع بعض. واشتغلت كده السطر كله لغاية الغرزة اللي قبل الأخيرة، وسبت الغرزة الأخيرة هنشتغلها مع بعض. هنيجي عند آخر غرزة هنبتدي نعمل فيها تزايد، هنشتغل 3 غرز عمود بلفة في نفس الغرزة. يبقى ده كده أول عمود، وده التاني، وده كده تالت عمود. يبقى آخر غرزة أنا هشتغل فيها 3 غرز عمود بلفة في نفس الغرزة. وهبتدي بقى اقلب الشغل واشتغل عند الحرف بتاع المستطيل هنا اللي بالعرض. انا هشتغل هنا 7 غرز هشتغلهم هنا في الجزء ده. لو حد هيعمل المقاس قاعدة الشنطة اكبر شوية ممكن يشتغل في الجنب ده 9 غرز عمود بلفة من بعد ال3 غرز دول. فانا هبدأ هنا اشتغل 7 غرز عمود بلفة. هبتدي هنا اشتغل اول عمود بلفة والتاني، السابع بالشكل ده كده. يبقى انا اشتغلت 7 غرز عمود بلفة. وهاجي بعد كده اشتغل في الجنب التاني. المفروض هنا دول 29 غرزة حشو برضو. هشتغل في ال29 هبتدي ادخل في اول غرزة اللي هي ديت اهي، هشتغل فيها برضو 3 غرز عمود بلفة في نفس الغرزة. يعني هعمل فيها تزايد. ده كده اول عمود، وده التاني، وده كده التالت. يبقى انا اشتغلت اول غرزة عملت فيها تزايد. وبعد كده هشتغل في كل غرزة غرزة عمود بلفة بنفس الطريقة لغاية برضو لما اوصل عند الغرزة الاخيرة. هنا هشتغل فيها تزايد، هشتغل فيها 3 غرز عمود بلفة في نفس الغرزة. وهاجي هشتغل هنا بعد كده 7 غرز عمود بلفة. وهاجي انهي معاكم السطر الاولاني او الراوند الاولاني بالشكل ده كده. انا اشتغلت اهو الجنب ده، اشتغلت هنا عند اخر غرزة عملت فيها التزايد، اشتغلت 3 غرز عمود بلفة في نفس الغرزة، واشتغلت بعد كده 7 غرز عمود بلفة. ووصلت عند نهاية السطر وقابلتني اول غرزة انا اشتغلت فيها اللي هي عملت فيها ال3 سلاسل. هدخل اشتغل فيها كمان غرزتين عمود بلفة عشان اكملهم 3 غرز زي كل جنب بالشكل ده. يبقى انا كده اشتغلت غرزتين، وال3 سلاسل دي تعتبر الغرزة الثالثة. وهقفل في ثالث غرزة سلسلة بغرزة منزلقة بالشكل ده كده. يبقى انا نهيت السطر الاولاني اهو. يبقى انا كده خلصت الراوند الاولاني. وهبدأ السطر اللي بعد كده هبتدي ارتفع 3 غرز سلسلة دول برضو اول عمود بلفة معانا. وابتداء من السطر ده انا هبتدي اشتغل الغرزة بتاعتنا. هنخلي بالنا بقى من الغرزة بتاعتنا ان هي عاملة كروسات كده رايح جاي. هي الغرزة زي ما احنا اتفقنا بتتعمل من تكرار سطرين. فهبدأ ان انا كده زي ما قلت ارتفعت 3 سلسلة دول عمود بلفة. وهبدأ اسيب الغرزة اللي بعد كده اللي هو العمود بلفة ده، وهشتغل في الغرزة اللي بعدها عمود بلفة، وكمان الغرزة اللي بعدها عمود بلفة. يعني انا بشتغل 2 عمود بلفة ورا بعض بالشكل ده كده. وهبدأ اشتغل في الغرزة اللي انا سبتها. هبتدي
اشتغل فيها عمود بلفة، هلف الخيط على الابرة وهبدأ ادخل او اجي من قدام الغرز، من قدام العمودين، وهبتدي ادخل في الفراغ وادخل عند الغرزة اللي انا سبتها تحت الضلعين من ظهر الغرزة بالشكل ده كده. تاني اوريها لكم تاني، هبتدي الف الخيط على الابرة واجي من قدام العمودين وهدخل في الفراغ عند الغرزة اللي انا سبتها من ظهر الغرزة، هبتدي ادخل تحت الضلعين وهبتدي الف واسحب الخيط بالشكل ده. هيبقى معايا 3 او 3 حلقات. هبتدي اشتغل بقى غرزة العمود بلفة، هلف واخرج من حلقتين والف واخرج من حلقتين بالشكل ده كده. طبعا هي هتبان في السطور اللي بعد كده. وبعد كده الغرزة اللي بعدها هشتغل عمود بلفة عادي خالص بالشكل ده، يبقى قبل الغرزة عمود وبعدها عمود. وهبدأ اكرر تاني، هسيب الغرزة اللي بعدها وهشتغل في الغرزتين اللي ورا بعض كل غرزة عمود بلفة. ده كده اول عمود، وده كده تاني عمود بلفة بالشكل ده كده. وبعد كده هبتدي الف الخيط واجي من قدام العمودين وهدخل في الفراغ ده وادخل من ظهر الغرزة تحت الضلعين، الغرزة اللي انا سبتها، وهبتدي الف واسحب الخيط معايا كده 3 حلقات. هبتدي بقى اشتغل العمود بلفة بتاعي عادي خالص بالشكل ده كده. وبعد كده الغرزة اللي بعد كده هشتغل فيها عمود بلفة بالشكل ده كده. وهبدأ اكرر الغرزة تاني اشتغلها معاكم كمان مرة. فهبدأ اسيب الغرزة دي وهشتغل في الغرزتين اللي ورا بعض كل غرزة عمود بلفة. ده كده اول عمود وده التاني بالشكل ده كده. هبتدي الف الخيط على الابرة وهاجي من قدام العمودين وهدخل في الفراغ من ظهر الغرزة اللي انا سبتها وهدخل كده من تحت الضلعين وهبتدي اسحب الخيط واشتغل عمود بلفة عادي. وبعد كده ورا الغرزة هشتغل فيها عمود بلفة بالشكل ده كده اهو. ده هيبقى شكلها. انا هشتغل كده بنفس الطريقة لغاية لما اوصل هنا عند الغرزة اللي هي قبل التزايد ده، وارجع اعمل معاكم الركن بتاع الشنطة بالشكل ده كده. انا اشتغلت بنفس الطريقة وهشتغل معاكم اخر غرزة عشان نشوفها مع بعض. انا هبتدي اسيب الغرزة دي وهشتغل في الغرزتين اللي ورا بعض كل غرزة عمود بلفة بالشكل ده كده اهو. وهبدأ ان انا اشتغل في الغرزة اللي انا سبتها بالشكل ده كده. انا اشتغلت الكروس، فاضل العمود بلفة. العمود بلفة بتاعي هشتغله في اول غرزة من ال3 عواميد بلفة اللي في الركن اللي هما التزايد. ادي كده دول ال3 عواميد بتوع التزايد اهو. فانا هشتغل بعد كده ورا الغرزة عمود بلفة بالشكل ده. وبعد كده هاجي عند العمود اللي هو في النص، العمود التاني هشتغل فيه بريد امامي او غرزة عمود بلفة امامية. هبتدي الف الخيط على الابرة وهدخل هنا في الفراغ اللي قبل العمود بلفة وهلف من وراه واخرج كده من شماله وابتدي اشتغل عمود بلفة. يبقى انا كده بشتغل بريد امامي بالشكل ده. والغرزة التالتة بتاعة الركن هشتغل فيها عمود بلفة. يبقى انا اخر غرزة اشتغلتها والعمود بلفة اشتغلته
في اول غرزة من التزايد من الثلاث غرز. بعد كده الغرزة التانية اللي هي في النص اشتغلت فيها بريد امامي، والغرزة التالتة اشتغلت فيها عمود بلفة. وهبدأ بقى اقلب الشغل كده، وهبتدي اشتغل بالشكل ده كده. هبتدي اسيب غرزة وهشتغل في اللي وراها عمود بلفة، وكمان اللي بعدها عمود بلفة، يعني هشتغل 2 عمود بلفة ورا بعض بالشكل ده كده. وهشتغل في الغرزة اللي سبتها بالشكل ده، وبعد كده هشتغل عمود بلفة اهو. وهرجع اكرر كمان مرة، اسيب غرزة بالشكل ده، والعمود بلفة هشتغله هنا في اول غرزة من التزايد من الثلاث عواميد اهو. العمود بلفة اللي هو بيبقى ورا الغرزة، والعمود التاني هعمله بريد امامي بالشكل ده اللي هو العمود اللي في النص، والعمود التالت هشتغله عمود بلفة بالشكل ده كده اهو. وهبدأ بقى اشتغل في الجنب ده بنفس الطريقة. هسيب الغرزة دي وهدخل في اللي بعدها اشتغل فيها عمود بلفة، كمان اللي بعدها عمود بلفة، وهشتغل بعد كده في العمود اللي انا سبته بالشكل ده، والغرزة اللي بعد كده عمود بلف بالشكل ده كده اهو. هكمل كده طبعا بنفس الطريقة، وعند الركن هشتغل هنا عمود بلفة، وهنا بريد امامي، وهنا عمود بلفة، وارجع اشتغل الغرزة بتاعتي واجي انهي معاكم السطر بالشكل ده كده. انا وصلت لنهاية السطر، اشتغلت بنفس الطريقة. اخر غرزة انا اشتغلتها عمود بلفة. المفروض العمود بلفة ده اول عمود في التلاتة اللي هما بتوع التزايد، والعمود التاني اللي هو في النص هشتغله بريد امامي، والعمود التالت انا كده كده كنت اشتغلته في بداية السطر، فهقفل في تالت غرزة بغرزة منزلقة بالشكل ده كده. يبقى انا نهيت السطر كله. طبعا هتبتدي بقى تقوس معانا عشان احنا ما عملناش تزايد تاني بالشكل ده. وهبدأ بقى السطر التاني او اللي بعد كده هرتفع 3 غرز سلسلة، ده يعتبر اول عمود بلفة معايا. والسطر ده انا هشتغل الغرزة احنا هنا عملنا الغرزة او الكروس الاولاني في السطر الاولاني الكروس جاية كده، السطر التاني احنا هنعمل الكروس كده، يعني عكس السطر الاولاني. السطر الاولاني كده، السطر التاني كده، وهنبدأ بقى نكرر. السطر ده هيبقى السطر الاولاني كده، والسطر التاني كده. طبعا شكلها هيبان لما نكبر الشغل شوية. فاحنا كده السطرين دول عكس بعض. ده السطر الاولاني. السطر التاني بقى هنشتغله، هنبدأ نعمل ايه؟ هنبدأ ان احنا نسيب الغرزتين اللي ورا بعض، ونبتدي نشتغل في الغرزة التالتة عمود بلفة بالشكل ده كده. وهبدأ اشتغل بعد كده في الغرزتين اللي انا سبتهم. انا في السطر اللي فات كنت بلف الخيط على الابرة واجي من قدام العمودين. انا المرة دي هشتغل من ظهر العمود، يعني هبدأ ان انا الف الخيط وهدخل بقى وهلف من ورا العمود بالشكل ده، وهبدأ ادخل في الفراغ، وهدخل عند الغرزة اللي هي الاولانية، هدخل كده من قدام الغرزة، ادخل تحت الضلعين اهو، وابتدي بقى الف واسحب الخيط. معايا 3 حلقات، واشتغل بقى العمود
بلفة بتاعي بالشكل ده كده. وهبدأ اشتغل كمان الغرزة التانية اللي انا سبتها، هلف الخيط ومن ظهر العمود وهدخل في الفراغ وادخل من قدام الغرزة، اعدي تحت الضلعين واسحب الخيط اهو واشتغل العمود بلفة بتاعي بالشكل ده كده. ادتني الكروس عكس السطر الاولاني. وبعد كده الغرزة اللي بعد كده هشتغل فيها عمود بلفة بالشكل ده، وهبدأ بقى اكرر تاني. هسيب الغرزتين اللي ورا بعض وهدخل في الغرزة التالتة هشتغل فيها عمود بلفة بالشكل ده. وبعد كده هلف الخيط وابتدي اجي من ظهر العمود وادخل في الفراغ وهدخل في الغرزة الاولانية من قدام الغرزة وادخل تحت الضلعين واسحب الخيط كده. معايا 3 حلقات وهشتغل بعد كده العمود بلفة بتاعي بالشكل ده. وكمان هشتغل الغرزة التانية نفس الحكاية، هدخل كده من ظهر العمود وادخل واطلع من الفراغ وهدخل عند الغرزة اللي انا سبتها من تحت الضلعين واسحب الخيط واشتغل العمود بلفة بتاعي بالشكل ده. والغرزة اللي بعدها هشتغل فيها عمود بلفة. ده كده هيبقى شكل الغرزة زي ما احنا شايفين كده. السطر الاولاني الكروس كده، السطر التاني الكروس كده اهو كده وكده. وهنبدأ بقى نكمل بنفس الطريقة. هسيب الغرزتين دول وفي التالتة هشتغل فيها عمود بلفة. هبدأ ألف وادخل من ظهر العمود عند الغرزة الأولانية واسحب الخيط واشتغل العمود بلفة بتاعي. وهكرر تاني، هلف من ظهر العمود وهدخل من قدام الغرزة بالشكل ده كده اهو. والغرزة اللي بعد كده اشتغل فيها عمود بلفة بالشكل ده. هكمل كده وهاجي عند الركن اشتغله معاكم. وصلت كده لنهاية السطر واشتغلت الغرزة بتاعتي. فاضل العمود اللي ورا الغرزة زي ما قلت لكم. العمود ادي كده عندي الركن، ال3 غرز اللي في الركن هشتغل العمود في اول غرزة اهو من ال3، والعمود التاني هشتغل في بريد امامي اللي هو فوق غرزة البريد الامامي اللي في السطر اللي تحت، هشتغل برضو فيها بريد امامي اهو. والغرزة اللي وراها عمود بلفة. وهبدأ بقى اكرر تاني، هسيب غرزتين وهدخل في التالتة. يعني هشتغل بقى الغرزة بتاعتي تاني، اشتغل عمود بلفة وهاجي اشتغل كده بنفس الطريقة، هلف من ورا العمود بالشكل ده واشتغل الغرزتين اللي انا سبتهم اهو. ووراهم عمود بلفة او فوق العمود بلفة اللي في السطر الاولاني هشتغل فوقيه برضو عمود بلفة. وهكرر كده بنفس الطريقة في السطر كله. هاجي عند الركن هنا هشتغل هنا عمود بلفة فوق غرزة البريد الامامي بريد امامي وعمود بلفة والغرزة بتاعتي. وهكمل كده لنهاية السطر. وصلت كده لنهاية السطر، اخر حاجة اشتغلت الغرزة. فاضل ان انا اشتغل العمود بلفة اللي ورا الغرزة. ادي كده ال3 غرز اللي هم بتوع الركن. هشتغل في اول غرزة من ال3 عمود بلفة، والغرزة اللي في النص اللي هي بتاعت البريد الامامي او فوق البريد الامامي هشتغل فوقيه برضو بريد امامي. واخر غرزة يعتبر انا اشتغلتها اللي هي ال3 سلاسل، هدخل في تالت غرزة سلسلة وهقفل بغرزة منزلقة. طبعا الغرزة التالتة دي انا اشتغلتها في بداية السطر. يبقى الغرزة بتاعتنا بتتعمل من تكرار السطرين دول، ونبدأ بقى نكرر السطرين دول اللي هو السطر الاولاني والسطر التاني. هتبقى الغرزة بتاعتنا عاملة زجزاج كده. هنبدأ السطر
الاولاني تاني هشتغل معاكم اول غرزة، هبتدي ارتفع 3 غرز سلسلة. ده كده اول عمود بلفة. المرة دي في السطر الاولاني هسيب غرزة واحدة وهدخل اشتغل في الغرزتين اللي ورا بعض، كل غرزة عمود بلفة بالشكل ده اهو. وهاجي الف الخيط واجي من قدام العمودين وهدخل في الفراغ ده، وهاجي من ظهر الغرزة اللي احنا سبناها ادخل من تحت الضلعين وهبتدي الف الخيط واسحبه واشتغل بعد كده العمود بلفة اللي انا سبته، او العمود بلفة بتاعي عادي خالص اهو. وهاجي بعد كده اشتغل فوق العمود بلفة عمود بلفة اهو بالشكل ده اهي، هتدينا الشكل الزجزاج. وهبدأ بقى اكرر كده بنفس الطريقة، وهنا فوق البريد الامامي هشتغل بريد امامي واكمل الغرزة كده. انا هشتغل كده شوية وارجع اقول لكم انا ارتفعت قد ايه وكم سنتي. بالشكل ده كده انا وصلت للارتفاع اللي انا عايزاه. اشتغلت اخر حاجة اهو البريد الامامي. فاضل ان انا انهي السطر في تالت غرزة بغرزة منزلقة بالشكل ده. وطبعا انا اخر سطر اللي هو اشتغلته اللي هو السطر التاني من تكرار الغرزة زي ما قلت لكم، ده كده السطر الاولاني بتبقى الكروس كده والسطر التاني كده عشان نكمل الشكل ده. فانا اشتغلت السطر التاني وهبتدي بقى ان انا ارتفع غرزة سلسلة وهبتدي اقطع الخيط اهو بالشكل ده كده اهو. ده كده شكل الغرزة معانا اهو زي ما احنا شايفين، مدية شكل الكروس كده او شكل الزجزاج اهو شكل الزجزاج. انا اشتغلت كام سطر هنعد سوا، ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 سطر اهو، او كام زجزاج او اللي هي الفي دي. لو هنعد بالفي يبقى دي كده 1 2 3 4 5 6 7، يعني كده دول يعتبروا السطرين مع بعض. اما لو عديناهم مفرد هيبقوا 14 سطر. نشوف بقى بالمزورة كام سنتي اهو. من اهو هنا من هنا لغاية بداية العواميد اهي 24 سنتي اهو، تقريبا 24 سنتي زي ما احنا شايفين كده اهو 24 سنتي. والعرض بتاعها هنشوف العرض من عند البريد الامامي هنا للبريد الامامي هنا اهو. البريد الامامي برضو تقريبا حوالي 24 سنتي، يبقى الارتفاع 24 والعرض 24، وكانت القاعدة حوالي 7 سنتي بالشكل ده كده. وبعد كده هبدأ اداري الخيوط بتاعتنا عادي خالص بإبرة التنظيف، ونرجع نكمل بقية الشنطة. بالشكل ده كده انا قفلت الشنطة وداريت الخيط. فاضل ان انا اعمل رباط زي ده. هو الرباط بيتعمل من ناحيتين، انا اشتغلت جنبه هشتغل معاكم الجنب التاني. هبدأ اعمل عقدة البداية بس هسيب جزء شوية طويل، وهعمل عقدة البداية. وهبتدي ان انا اشتغل السلسلة من مقاس ابرة اصغر اللي هو مقاس 4.5، مش هشتغل بالخمسة عشان يعني السلاسل ما تبقاش واسعة معايا. وانا هشتغل الرباط عبارة عن سلاسل، يعني مش هيبقى فيه اي حاجة غير ان انا هشتغل سلاسل. انا هشتغل 90 غرزة سلسلة، وهرجع اقول لكم مقاسها قد ايه بالمزور. بالشكل ده كده انا اشتغلت 90 غرزة سلسلة يعني حوالي 67 سنتي. هبدأ بقى انهي السلاسل، ارتفع غرزة وهسيب برضو جزء طويل شوية
بالشكل. هبدأ اجيب الشنطة بتاعتي والسلسلة او الرباط اللي انا عملته، حطيت في الطرف بتاعه ابرة التنظيف، وهبدأ اجي من الجنب بتاع الشنطة. خلينا من الناحية التانية عشان اشتغل كده. هاجي من الجنب بتاع الشنطة، انا كنت اشتغلت الجنب ده او عملت الناحية دي. هبتدي ادخل كده، هسيب مسافة ما بين الرباط ده والرباط ده، وهبدأ ادخل من اي فراغ هنا، وهبتدي بقى اعدي الرباط بالشكل ده اهو. هبتدي اعمل كده واعديه. طبعا انا سبت مسافة من فوق شوية اهو، يعني انا ما اشتغلتش على الحرف خالص بالشكل ده. انا سبت تقريبا سطر واشتغلت في السطر التاني. مش عارفة كده واضحة ولا لأ. اهو انا دخلت من هنا وبعملها كده بالشكل ده، وبطلع كده وهبتدي ان انا اشوف بقى انا خرجت هنا تقريبا من عند طرف الغرزة كده اهي. هاجي اعملها كده عشان برضو هسيب مسافة هنا، وهبتدي بقى اخرج الابرة اهو بالشكل ده. يبقى الرباطين هيبقوا جنب بعض من هنا وجنب بعض من هنا، وهبتدي بس اظبطهم نفس الطول. ابتدي اشد اهو، يعني مثلا هسيب هنا مسافة طول الجنب مثلا اهو، وهشد الناحية التانية اهو كده. يبقى برضو الناحية التانية طول الجنب، طبعا الرباطين يبقوا قد بعض. وهبتدي بقى ان انا اعقد النهاية هنا بتاعت الرباط ده كمان عقدة عشان ما يتفكش معايا. وابتدي بقى اقص بالمقص كده، واعمل الناحية التانية بنفس الطريقة اهو بالشكل ده. وفاضل ان احنا نعمل ايدين للشنطة، ايد من الناحية دي وايد من الناحية التانية بالشكل ده كده. انا فاضل معايا الايدين زي ما قلت لكم. انا اشتغلت ايد وركبتها. هعمل معاكم الايد التانية. هبتدي ان انا اشتغل ايد الشنطة. هسيب جزء طويل من الايد عشان هو ده اللي هخيط بيه الايد يعني في الشنطة، وابتدي اعمل عقدة البداية. وانا هشتغل ايد الشنطة بحبل اللاسيه الروماني، كنت اشتغلته قبل كده معاكم في القناة. هسيب لكم لينك الفيديو في الديسكريبشن بوكس. هبتدي ارتفع غرزتين سلسلة، وهدخل في اول غرزة وهسحب الخيط، يعني هشتغلها غرزة حشو عادية خالص بالشكل ده. وبعد كده هلف الشغل بتاعي كده. هيبقى عندي في، وتحت الفي في حلقة هدخل في الحلقة بالشكل ده. معايا كده حلقتين على الابرة. هبتدي ان انا الف واخرج الحلقتين دول، وهقلب الشغل تاني بالشكل ده. برضو معايا في، والمرة دي معايا حلقتين هدخل في الحلقتين اللي تحت الفي، وهسحب الخيط من اول حلقتين. يعني كده معايا التوتال 3 حلقات. هلف واسحب الخيط من اول حلقتين، والف واخرج الحلقتين التانيين وهقلب. وبرضو الفي تحتيها حلقتين. هبتدي ان انا ادخل في الحلقتين اللي تحت الفي اهو. معايا كده 3 حلقات. هلف واخرج، اخرج من اول حلقتين والف واخرج من الحلقتين التانيين وهقلب. ادي الفي وتحتيها حلقتين اهو بالشكل ده. هلف واخرج من اول حلقتين والف واخرج
من تاني حلقتين. هشتغل كده وارجع اقول لكم انا اشتغلت قد ايه. بالشكل ده كده انا اشتغلت الايد بتاعتي 47 سنتي. انا عملت الايد طويلة شوية علشان اقدر اعلقها، وابتدي بقى انهي الايد، وهسيب مسافة طويلة شوية من الخيط عشان برضو دي اللي هخيط بيها بالشكل ده كده. عشان ابدأ اشتغل الايد انا هبتدي اعد الغرز اللي في الجنب ده. فانا هنا عندي غرزة البريد الامامي من الناحية دي، وغرزة البريد الامامي اهي، وبعد كده ده العمود وده العمود. فانا هنا اعد اول غرزة من الناحية دي، من الناحية اليمين والناحية الشمال، ودي التانية ودي التانية. يبقى انا هشتغل في الجزء اللي في النص ده. هبتدي اعلم بقى بماركر، هحط الماركر عند العمود ده، والماركر الناحية التانية عند العمود التاني بالشكل ده كده. يبقى نفس الناحية التانية اهو، الناحية التانية انا مركباهم بنفس الطريقة عند العمود ده وعند العمود ده. هبدأ بقى اجيب ايد الشنطة. طبعا معلش المكان مش مساعدني اهو. هبتدي بقى اشيل الماركر، وهبدأ بقى انا طبعا لضمت الابرة في الفتلة الطويلة اللي انا سبتها في بداية الشغل. هبتدي ادخل من الظهر كده اهو، وهخيطها عادي بقى اهو. ادخل في الشنطة وفي الايد اهو بالشكل ده. وهبدأ الف الخيط حوالين الايد بالشكل ده. ادي كده مرة، التانية، وادي التالتة، وادي الرابعة، كمان مرة تبقى الخامسة اهي اهو. وهبدأ بقى اعدي الخيط من الناحية التانية اهو، واعمل عقدة كده للتأمين. بس ادخلها في مكان اقدر ان انا اعقدها اهو بالشكل ده اهو، بالشكل ده كده. وممكن بقى اعديها كمان مرة من تحت اللفات اللي انا لفتها عشان اداري العقدة. وهبتدي بقى اداري الخيط وهقص الزيادة. يبقى ده شكلها. والناحية التانية هعملها بنفس الطريقة، بس ناخد بالنا من العدلة بتاعة الايد عشان ما نركبش واحدة يعني متبقاش ملفوتة اهو بالشكل ده. وهبدأ برضو الضم الخيط في الابرة بالشكل ده كده. انا ركبت الايد الناحية التانية والاتنين المفروض زي بعض، بس هو الجناب مش مبيناها اهي، هم هتلاقيهم قصاد بعض. فاضل معايا ان انا اركب اللوجو. انا هركبه في النص هنا فوق بالشكل ده اهو. هركبه في الجزء ده بالخيط النايلون، وارجع اوريكم الشكل النهائي. بالشكل ده كده انا ركبت اللوجو في الشنطة. وزي ما احنا شايفين ايدين الشنطة تقدري ان انتي تقصريها، تعمليها زي قبضة الايد كده تبقى اقصر شوية عشان تقدري تمسكيها، او تعمليها مقاس اطول زي ما تحبي. وانا كمان عدلت الرباط بتاع الشنطة لاني انا كنت معدية من فوق الجنب بتاع غرزة البريد الامامي، فما كانش باين البروز بتاع الغرزة. فانا عدلت في الاربع جناب، خليته يعدي الرباط يعدي من تحت الغرزة مش من فوقيها عشان يبقى باين بالشكل ده كده. عملت الجنب ده وكمان الناحية التانية
اللي هو الجنب التاني، وكمان عملت الناحيتين التانيين علشان الشكل البارز لغرزة البريد الامامي يبان بالشكل ده كده. انا برضو هحاول احط لكم صورة واضحة للشنطة عشان تقدروا تشوفوها، لان المكان مش مساعد. اتمنى ان الشنطة تكون عجبتكم وتكون سهلة وبسيطة عليكم. شكرا لكم واشوفكم في فيديو جديد وغرزة جديدة.